برزنتيشن دخلت عشان تدير قناه النادي الاهلي بالاتفاق مع النادي الاهلي. نفهم الرد القانوني من السيد ياسر فتحي مستشار قانوني للنادي الاهلي. برحب بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب وصباح الفل. وانت بالصحه والسلامه يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. موقفكم ايه القانوني والخطوات القانونيه اللي انتم هتتخذوها في هذا الشان؟ طيب دعني الاول اهني جماهير النادي الاهلي باستعاده القناه بقرار مجلس اداره النادي الاهلي وشركه الاهلي للانتاج الاعلامي اللي خدوا قرار من حوالي اسبوعين بانهاء عقد شركه مصر بعد ما تعرضت له القناه من اتجاه في اتجاه الغلق، لانه شركه مصر مشت كل العماله ووقفت البث المباشر واغلقت الاستوديو الخاص بالبث المباشر وكانت شغاله بالبلاي اوت بس اللي هو التكرار الاعاده اللي بتتعمل على الشاشه من المكن بشكل اوتوماتيكي. والنادي خاف على القناه واستجاب لطلبات جماهيره فقرر انهاء العقد من اكثر من اسبوعين. تمام. ثم صدر حكم تحكيم في جزء من التحكيم اللي كان شغال بين شركه مصر وشركه الاهلي والنادي الاهلي. الحكم فقط قال فسخ العقد واعتبر ان ده مسؤوليه او خطا شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، وهو حكم في جزء من التحكيم ولسه ما اتكلمش في الفلوس خالص، بيحيل الموضوع للجنه خبراء. ايوه. لسه اصلا ما اتشكلتش ولسه ما قالتش مين له فلوس عند مين. لكن الحكم ده في النهايه تحصيل حاصل، لانه العقد اللي اتحكم بفسخه ده الاهلي اصلا انهاه بقرار صريح من اكثر من اسبوعين، وبالتالي هو الحكم بالنسبه لنا مش ضار، هو جه بيكرر نفس الشيء او نفس القرار اللي خده النادي الاهلي. الحكم نفسه بالنسبه لنا ما يضرش، وللاسف الشديد الهيئه اللي اصدرته ارتكبت فيه كمان عدد ضخم من الاخطاء خلت بطلانه امر مضمون، وبالتالي ما اعتقدش ان المنازعه القانونيه في حد ذاتها هتاثر تاثير سلبي باي نسبه على النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، حتى لو حكموا بفلوس فابطال الحكم امر مضمون وبالتالي هيتعاد التحكيم ده، فضلا عن انه في تحكيم جديد الاهلي بيخوضه ضد شركه مصر مبني على اساس حجم الاضرار اللي اضرتها للقناه واللي اضرتها لشركه الاهلي وبالتالي للنادي الاهلي. انما اجمالا موقفنا الحمد لله كويس، اهم شيء ان احنا استعدنا القناه، والحقيقه قرار النادي الاهلي كان قرار موفق للغايه من مجلس الاداره. طيب خليني اسال حضرتك في شق اخر، هل في اي اتجاه للصلح؟ يعني شركه برزنتيشن عرفنا ان هي داخله تقود مصالحات ما بين شركه مسك وما بين النادي الاهلي، هل لدى النادي الاهلي ولدى حضرتك كمستشار قانوني للنادي الاهلي رغبه في انهاء الامر بشكل فيه صلح ولا لا؟ خليني اكد لك انه المهندس محمود طاهر ومجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي ومجلس اداره النادي الاهلي من اكثر من سنه وهم متفهمين وساعين لفكره الاتفاق ايا ما كان شكلها، وبذلوا في هذا الامر جهود رهيبه. انا كان لي الشرف اني شاركت فيه، لكن الاتفاق مع شركه مصر كان مساله صعبه للغايه. ومع ذلك اي حديث عن تسويات هو حديث مرحب به في كل الاوقات. كويس. ليس فقط لان احنا مش ساعين لمشاكل، لكن كمان لانه الاهم هو ان النادي الاهلي وشركه الاهلي يتفرغوا مع شركه برزنتيشن الى اداره القناه بما يرضي جماهيرها ويحقق الغرض منها. وبالتالي احنا مش ضد فكره التسويه في اي وقت من الاوقات مهما كانت مراحل المنازعه القانونيه، خصوصا ان شكلها مطوله زياده عن اللزوم. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا بحسب البيان اللي اصدرته شركه مسك بيقولوا ان هم الحكم ده قضى بحقيه الشركه في الامتناع عن تنفيذ التزاماتها الوارده بالعقود من تاريخ الاخلال التعاقدي من شركه الاهلي والنادي الاهلي وحتى تاريخ الحكم، وبعد كده ذكرت قالت وتعويض الشركه عن كافه التكاليف والمصروفات منذ بدء اداره القناه وحتى صدور الحكم، وكذا تعويضها عما فاتها من كسب وما لحقها من خساره بعد تقدير هذه المبالغ بمعرفه خبير حسابي. يعني هم بيتكلموا من سنه 2007 لحد 2016. بيتهيألي ده هيبقى رقم كبير جدا جدا يغرم فيه النادي الاهلي اذا حصل وبقى فيه لجنه خبراء. ما هو التحرك القانوني من قبل النادي الاهلي في حين او في حاله توقيع عليه رقم او مبلغ مادي كبير؟ خليني اقول لك في امثله موضحه، لانه تفاصيل القانونيه قد تكون مربكه للمشاهد. طيب تمام. انما عشان اديك امثله موضحه،
يا لما ريت. تيجي تقول ما فاتها من كسب، اتفضل. بيتكلموا عن السنوات السبعه اللي كانت فاضله في العقد. فما فاتها من كسب عشان تقول انها السنه كانت بتكسب 10 قروش مثلا لازم تجيب لي سنه كسبانه في اللي فاتوا عشان تحسب لي على اساسها كل سنه من اللي جايين يستحقوا عنها كام. فاقدر اكد لك انه في السنوات الثمانيه اللي شركه مسك ادارت فيهم لم تمر سنه واحده كانت كسبانه، وبالتالي ما فاتها من كسب لما تبقى تكسب في السنه اللي فاتت نتكلم عن ربحك في السنه اللي جايه. يعني خلال الثمان، حضرتك بتقول موضوع في منتهى الامانه، خلال الثمان سنين شركه مسك ما كسبتش خالص ولا سنه. ولا سنه كسبت؟ ولا سنه. ولا الكره واقفه على رجليها والنادي الاهلي بيجيب بطولات قبل حتى يا بيه، ولا حتى لما كان معاها المباريات ولا سنه والميزانيات موجوده. كلامك مسلم بيه حضرتك مستشار قانوني النادي الاهلي بكل تاكيد يعني. يا فندم دي ميزانيات مكتوبه ومكتوبه قبل المنازعه، موجوده من قبل المنازعه. ثم لما تيجي تتكلم عن ما فات ما لحقها من خساره، جزء منه واللي هم بيفكروا فيه الحقوق الدوريه اللي هي المبالغ اللي كانت بتدفعها الشركه الاهلي. قانونا لا يجوز انك تسترد الحقوق الدوريه، وبالتالي ما فيش احتمال انك تتكلم على رد كل ما انفق. ثم الخبير ده لما بيشوف بيحسب المبالغ اللي خسرها بسببي، مش المبالغ اللي خسرها بشكل عام. المبالغ اللي خسرها بسببي لازم تثبت ان انا اللي خسرت. كل انت وبغض النظر عن انه انت مش قانوني، انما ازاي تبقى خسرت بسببي وانت المتحكم الاوحد في القناه، وانت اللي بتحدد ايه نوع المعدات اللي هتيجي، وانت بتحدد ايه البرامج اللي هتتعمل. انت اللي بتدير، انت اللي بتدير يعني. انت بتعمل كل حاجه. ولما تيجي تتكلم عن قد ايه القناه خسرت بسببي او بسبب غيري، يكفي ان المشاهد او المشجع الاهلاوي او جمهور الاهلي عموما ينظر الى حال القناه والتدهور اللي اصابها. خصوصا انه في حكم اخر صدر في تحكيم بين شركه مسك وبين شركه برومو ميديا اللي كانت الوكيل الاعلاني السابق للقناه. الحكم ده قطع بانه العقد اللي انتهى بين الوكيل الاعلاني وبين شركه مسك انتهى لانه شركه مسك تنازلت عن حقوقها في البث المباشر للمباريات في عقد صريح بينها وبين شركه الاهلي اتمضى في 1/1/2009. وبالتالي الحقيقه اللي تنازل عن الحقوق كان شركه مسك في مقابل تخفيض لقيمه المبالغ اللي بتدفعها، ولا يجوز لما هي تتنازل عن حقوق بث المباريات انها ترجع تقول ليه ما بتدينيش المباريات. طيب. ولذلك احنا مش منزعجين على الاطلاق. الحكم اللي صدر جه بيكرر حاجه الاهلي قطع بيها من اكثر من اسبوعين، وهي فكره انتهاء العقد. والمسائل الماليه في خناقه في الفلوس مهما بلغ امرها، لما تشيل منها ما فات من كسب والحقوق الدوريه واللي انا ما خسرتهولكش والحاجات دي، ما احناش منزعجين من الارقام. وفي كل الاحوال الهيئه فيها عضوين، احنا بندرس دلوقتي اختصامهم في دعوه بسبب حجم الاخطاء الضخم في الحكم، وبالتالي ما احناش قلقانين. الحكم سيبطل بصرف النظر عن كونه مش مؤثر، انما سيبطل، والمنازعه القانونيه مكمله مشوارها طويل. انما اهم شيء ان القناه الاهلي رجعت للاهلي، والناس هتشوف منها خلال الفتره اللي جايه، لان الحقيقه التعاقد مع برزنتيشن يلزمها بتطوير ضخم جدا في القناه. طيب هو ده السؤال اللي انا راح اسال حضرتك عليه، الانطلاق المقبل بقى لقناه النادي الاهلي في شكلها الجديد وبالشكل القانوني، يعني امتى تنطلق قناه النادي الاهلي بالبث الفضائي؟ وانا كنت سامع انه كان في مشكله في فك شفرات الاجهزه اللي موجوده، لان هم كانوا معتمدين في شركه مسك على خبراء انجليز، وبالتالي كان في اغلاق لمعظم الاجهزه اللي موجوده وكان في صعوبه في فك الشفرات. متى تنطلق قناه النادي الاهلي؟ طيب اولا قناه الاهلي اعتبارا من صباح باكر هي تحت السيطره الكامله لشركه الاهلي والنادي الاهلي من بكره الصبح. ماشي. وكان حتى شركه مسك اثارت منازعه غريبه كده وملهاش لازمه مع هيئه الاستثمار والمنطقه الحره الاعلاميه، والحمد لله انتهت بجواب صريح بانه هذه القناه التعامل فيها هو فقط مع الشركه المرخص لها اللي هي شركه الاهلي. تمام. فالقناه من بكره السيطره كامله عند شركه الاهلي والنادي الاهلي. ثم التعاقد اللي بين شركه الاهلي وبين شركه برزنتيشن في التزامات قانونيه شديده الوضوح والصرامه بتلزم شركه برزنتيشن انها
خلال فتره زمنيه قصيره هتبدا برامجها الجديده اللي بيتم تحديد الخريطه بتاعتها من خلال مجلس امناء يرأسه المهندس محمود طاهر شخصيا. تمام. وبالتالي هتشوف تصور للنادي الاهلي عن قناته مترجم في صوره برامج. الحاجه الثانيه انه في خبراء عاكفين في اللحظه اللي احنا فيها دي على اعداد الجريد، على اعداد المحتوى وبصوره علميه. وطبعا اللي بيكلف الحاجات دي كلها هي شركه برزنتيشن طبقا للعقد. ايوه. وفي نفس الوقت فتره الاعداد لظهور هذا المحتوى المختلف والمطور فتره محدوده جدا حددناها بناء على ظروف الموسم وتوقف الموسم. وبالتالي اعتقد انكم اعتبارا من بكره هتشوفوا جزء بلاي اوت، وخلال اسبوع او 10 ايام هتبتدوا تشوفوا بث مباشر لبعض البرامج، اعتقد برنامج او 2. تمام. ثم الانطلاق القوي جدا هيبقى مع بدايه الموسم الجديد، وده هيبقى شيء مختلف تماما. كل تمنياتنا ليكم بالتوفيق يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخله. الاستاذ ياسر فتحي المستشار القانوني لمجلس اداره النادي الاهلي، وكلام في منتهى الاهميه فيما يتعلق بموقف قناه النادي الاهلي.